طبعًا منذ قدوم رونالدينيو وماركيز وطبعًا والمدرب فرانك رايكارد آنذاك، طبعًا تحسّن أداء برشلونة كثيرًا وبقى ينافس في البطولة المحلية والبطولة العالمية، وفاز بالدوري في الفترة دي قريب 5 مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا طبعًا سنة 2006. ده قبل ما نيجي الفترة بتاعة 2007، 2008 أو 2008، 2009 الجيل الذهبي لبرشلونة. فطبعًا آخر حاجة حصل شنو يا لابورتا؟ طبعًا 2007 بالذات يعني أداء برشلونة كان سيء جدًا في دوري أبطال أوروبا. طبعًا برغم إنه قدّم لكن كان سيء جدًا. فجماهير برشلونة طلعت على إدارة طبعًا برشلونة بأنه أنت يا لابورتا ما اتعاقدت مع لعيبة، اللعيبة اللي أنت بتلعب بيهم ديل أصلًا من النادي، من الأكاديمية. الفترة ده كان ظهر يا جماعة من أبرز نجوم الساحة العالمية، كان ظهر في جافي، كان ظهر في أنيستا، كان ظهر في ليونيل ميسي، بيدرو، ديفيد فيا. نجوم يا جماعة من برشلونة كان طلعوا من الأكاديمية. فجماهير برشلونة طبعا كان غضبت شديد مرة أخرى على لابورتا. ده اللي خلى طبعا لابورتا، طبعا القدم الكبير لجماهير برشلونة خلى لابورتا يفكر في حاجة كيف يبرد الجماهير ديل، سخانة الجماهير ديل. عشان كده مشى يتعاقد مع تيري هنري طبعا 2000 بداية 2007 من أرسنال. يا جماهير برشلونة اصبروا لي بس، انا واحد واحد بكمل لكم او بنمي لكم فريق برشلونة. وهو كذاب اصلا، القروش دي انت ما جايبها، دي القروش بتاعت 2006. انت 2006 فزت بالدوري، فزت بابطال اوروبا، القروش دي اتعاقدت بها هنري، فما انت طلعت الجنيه من جيبك على بورتا عشان اتعاقدت بهنري. فيا جماعه طبعا اتعاقد مع اللاعب هنري وبرد طبعا دماء جماهير برشلونة قليلا. طبعا زائد وعود أخرى لم تنفذ بعد. طبعا بعد الفترة دي فبدأ يعني بداية طبعا ظهور الجيل الذهبي لبرشلونة. طبعا كثير من التفاصيل يا جماعة ما نحكي، حنجي طوالي 2008، 2009، 2010، يعني بداية انتهاء فترة لابورتا. طبعا 2010 طبعا كيف انتهى الفترة طبعا الأولى بتاعت لابورتا، ما إنه يعني فاز بأكثر من 7 بطولات محلية وبطولتين دوري أبطال أوروبا 2006، 2010. طيب لابورتا عشان تعرفوا إنه غبي، عشان يحافظ كمية النجوم اللي في الفريق كان بيتعامل مع ماليا طبعا أو نفقاته كان أكثر من كان بينفق أكثر مما يدخل. يعني أجور لاعبين بقيمة عالية جدا. طبعا يعني حاجات كثيرة خلت يا جماعة في نهاية 2010 طبعا برشلونة تخسر أو يكون عليها ديون 100 مليون يورو. فطبعا ما قدر يستحمل الموضوع، فما عارف يعوض الموضوع كيف. طبعا طوالي عملوا انتخابات كده سريعة واتملص من الموضوع، وساندرو روسيل استولى هذه الفترة من 2010. طبعا ساندرو روسيل نفس أفكار أصلا لابورتا، يعني ما غير أي شيء، لأنهم هم أصلا طالعين من نفس السيستم، من نفس المدرسة. لا ناس عندهم شركات ولا ناس عندهم مصادر دخل ولا هنا، لا بيعتمدوا على برشلونة عموما.